أردوغان لما يسكت عما يجري في فلسطين، أنت ما تقدر تقول أردوغان أخلاقي أو غير أخلاقي، لا، بتسأل هل هو انتفع من هذا السكوت ولا لا؟ استفاد في الملف الكردي، استفاد في ملف الغاز، خلاص من حقه يسكت إذا ما في موقف أخلاقي. ما تقدر تقيم أخلاقيا، أنت تقيم من حيث النفع ولا من غير النفع. تمام؟ بينما في التعريف الإسلامي لا، الأخلاق جزء من السياسة، ولا يعني وجود الأخلاق انتفاء المصالح. بعض الناس يفهم إذا تكلمت عن الأخلاق في السياسة يعني أنك والله درويش ما لك علاقة في السياسة، بس تدور الأجر يعني. لا، ليس الأمر كذلك. لما نقول أن الأخلاق في السياسة يعني الأخلاق تضبط المصلحة ولا تكون بديلة عنها. يعني نحن ما نتكلم عن الأخلاق كبديل عن المصالح، لا، أنت تسعى للمصالح بس نريد أن نقيد المصالح بما لا يتعارض مع الأخلاق. يعني مثل التجارة، أحد يمنعك أن تكسب فلوس؟ لا، بس نقول لك لا تغش، لا تحتكر. في أخلاقيات في التجارة، الناس كلهم يتقبلون الأخلاقيات في التجارة لكن ما يتقبلون الأخلاقيات في السياسة. يريدون السياسي أن يكون انتهازي، ما عندهم مشكلة حتى لو مسلم. وأنا يعني في بعض الدول تجد السياسيين كانوا دكاترة في الجامعة محترمين يتكلمون بأخلاقيات وكل شيء، بس لما يصل إلى السلطة تحول إلى شيء آخر. يعني لما هو يتذكر الله عز وجل كل شيء في المسجد في الأماكن العامة، أوكي، لما يدخل وزارة الخارجية كان الله مش موجود هناك تماما، يتحول إلى مكيفية.